اللي عملوه صناع مسلسل عين سحرية تقريبا محدش عمله في مصر آخر 10 سنين. أنا سامح ودي حلقة جديدة من سلسلة يوم التلات. خلاص رمضان خلص، تم الخناق بما فيه الكفاية على مين الأفضل ومين الأعلى مشاهدة ومين الأعلى أجرا. تيجي عند صناع فريق عين سحرية إذا كان عصام عمر أو باسم سمرة أو المخرج وباقي التيم، مفيش حد اتكلم، مع ان انا عارف وانت عارف ان يمكن دول ما يكونوش الاعلى مشاهده، بس ده المسلسل الوحيد اللي كل اللي اتفرج عليه ما طلعش من المسلسل زي ما بدأ، انه اثر في كل واحد اتفرج عليه. طب التيم التاني حد اتكلم على قد ايه هو اجمد؟ ده ايه ان احنا رقم واحد في مش عارف فين؟ ده مش بس بيعلم على الباقي من الفنانين او باقي الصناع، لكنه حتى بيقولك في الماركتنج ان في مرحله من الجمدان بتبقى مش محتاج تقول فيها ان انت جامد. ده نفس اللي عمله عين سحرية. تاثيره على الناس والفيدباك المختلف بتاع الجمهور لا اصلا مش محتاج يطلع يقولك ان انا رقم واحد. كمان هيشلك ان المشاهده مش هي المعيار الاخير للحاجه، ستيل هي معيار مهم جدا ويمكن اكبر معيار، بس مش هو الاخير. امل ان انت تشوف رد الفعل بتاع الجمهور ورد الفعل بتوع عين سحرية ان هم سكتوا وسابوا الناس تتكلم. بس شارك بقى الفيديو واعمل ريبوست والحاجات دي.